لو لسه شفتش الاجزاء اللي فاتت من حكايه باي فروح شوفها الاول. في الجزء اللي فات من الحكايه شفنا رجوع باي بالزمن بعد تعرضه للخيانه واقسامه على الانتقام من الاوغاد اللي خانوه، وشفنا بعديها اختار رفقه الغبار واللي كانت في الاول ضعيفه ولكن بفضل خبراته ومهاراته بقت قويه بصوره مش طبيعيه، ودخول مغاره الشياطين لوحده وتعرضه لهجوم من زعيم المغاره. فايه اللي هيحصل بعد كده؟ كل ده واكتر هنعرفه في فيديو النهارده، فما تنساش تصلي على الحبيب عشان قلبك يطيب وجهز فشارك ومسلياتك، وما تنساش الاشتراك الاسطوري واللايك الرايق لان هدفنا نوصل لمليون مشترك في اقرب وقت. ومن غير ما اطول عليكم يلا بينا نكمل سرد الحكايه. بعد تعرض باي لهجوم من زعيم المغاره بيتجمد جسمه بالكامل، بيهجم عليه القرد الشيطاني بامر من الزعيم، بس على مين؟ ده باي الجامي التنين بيستخدم مهاره التقطيم وبيدمر التلج وبوم احلى مسا عليه. الولد بياخد انفاسه وبيشوف هيعمل ايه في الكارثه دي وبيزيد الطينه بله وبيتحرر الدب هو كمان. يا نهار ابيض، بيتوتر باي كده وبيحاول يطلع باي حل، ولكن بيجيله هجوم من القرد الشيطاني بس بينجح في التصدي وبيتدخل الوحش تاني للهجوم، فبيتراجع باي وبيكون كل قوته خلصت حرفيا وبيبص حواليه صدمة بكل المقاييس، بيلاقي نفسه محاصر من كل اتجاه وبيستخدم زي نفس الهجوم تاني. الواد حرفيا بيتصدم وبيتلم كده ما بيكونش عارف هيخرج من الموقف ده ازاي، وبيقول شكله دلوقتي لازم استخدم خطة بقى، وايوه الهروب نص الجدعنة يا صديقي، وبينط من فوق التل ده بس بيتصاب برضه بهجوم الزعيم، ولحسن حظه بيقع على نهر بس عارفين الواد بيكون جاب اخره والنزيف ما بيوقفش وبيتكلم بالعافيه وبيقول انا خلاص شكلها نهايتي، وبيجي زعيم الذئاب وبيقرب منه والواد بيفتكر ذكرياته وازاي تمت خيانته وبيقول زي ما قلت قبل كده اللي حصل قبل كده مش هيتكرر تاني، وبيهجم عليه زعيم الذئاب. ولكن هل تفتكر يا عزيزي المشاهد انها النهايه؟ قولها معايا كده. لا والله، بوم، الواد بيقوم من مكانه وبيمسك انياب الزعيم وبيدشملها وبيرميه بعيد وبينزل على الارض وبياخد انفاسه وبيشحن طاقته وبيقف قدام الزعيم بيقول له وريني اخرك. وصوت المعركه جذبت وحوش المغاره اليهم. الواد بيقف بكل شموخ وهالته بتجتاح المكان وحرفيا بيوصل لذروه القوه وبيتكلم وبيقول اطلاق التقدم. بيجوابل من رسائل من النظام في رساله عين بطلنا بتقع عليها وهي تم تعلم مهاره صيد السيف المقدس وبتكون دي مهاره متقدمه، وبيقف بكل هيبه وبيقول ورونا اخركم يا وحوش الزنزانه. وبيهجم عليه زعيم الذئاب ومن وراها القطيع والدب بيقف وقفه استعداد وبيروح بسيفه وبوم بيخلص عليهم. يا لها من قوه انفجاريه جباره. وبيبص على مكان الزعيم وبيقول انتلى عليك الدور وبينضف سيفه بعد المجزره اللي حصلت وبيوصل للمستوى العاشر. اما بقى عند الزعيم بيكون قاعد حواليه اتباعه بوم احسن دخول ده ولا ايه؟ بيطب عليه باي وبيقول له جيت لك تاني يا ابن الصرمه. يرد عليه الزعيم وبيقول له ورينا اخرك يلا. وبتبدا المعركه وبيقوم اتباعه بالهجوم وبيكون باي واقف على جثث الوحوش مش فارق معاه اي حاجه. بيهجم عليه القرد الشيطاني بس على مين؟ ده باي الجامي التنين. بيقول له باي انصحك بعدم الاستخفاف بيها زعيم المغاره، وبيقسم التابع بتاعه نصين يخرب بيت جمدانك يا جدع. وبيهجم على باي بكل وحشيه. بس هل تفتكر يا عزيزي المتابع ان باي هيفرق معاه الوحشيه ذات نفسها ولا معايا كده؟ لا والله، الواد بيتفادى الهجوم وبيقرب على الزعيم بيترعب وبيؤمر اتباعه بالدفاع فورا بس على مين؟ ده باي جامي التنين بيستعمل مهاره الواميض وهوب اللي بيقابله بيحصل اللي قبله وبيختفي وبيظهر ورا الزعيم وايدي الزعيم بتطير بعيد. بيصدم الزعيم كده وما بيكونش مستوعب اللي بيحصل. بيبص على باي وهو حرفيا مرعوب. بيقول له باي وقتك خلص معايا وبيخلص عليه. وفوائد القتال دي بتظهر وبيكتسب سلاح الساحر من الرتبه دي وحجر القوه السحريه اللي بيزيد القوه السحريه وقوه الروح بمقدار 40 نقطه. كمان تاثير النطاق القوه السحريه بمقدار 50%. بيكتسب 1000 نقطه خبره وبيتراكم عنصر السحاب عنده بمقدار الكافي. وبيجيله رساله من النظام بتعرفوا انه يقدر يكتسب مهنه جديده اللي هي ساحر سحابي من فئه الهاويه واللي بيقولوا عليها في المنهج دلوقتي باللون الاحمر. بينصدم بايك كده بيقول مهنه حمراء دي بتمنح زياده بنسبه 200%، دي اقوى حتى من محارب من الفئه دي. اتحمس باي جامد كده وبيقول في الحاله دي كان في بعض الحشرات في المغاره يلا نجرب عليهم المهنه الجديده. بعد ما بيخلص عليهم بيكون جمع كميه كريستال كبيره جدا فبيروح للتاجر عشان يبيعهم. التاجر بيقيم الحاجه كده وبيقول لباي لا دي بضاعه ممتازه هديك فيها 800 وما بيلحقش يخلص كلامه وبينتشها باي منه وبيقول له سيب ياض يا ابن الصرمه ده مش اقل من 8000. بينصدم التاجر كده من نواحيه باي بيقول له طب استنى هديك 2000. باي بيقول له ولا ب8 بايع. بيرد عليه التاجر طب هدفع 5 طب 6 طب اخر كلام هديك 7000. بيقول له باي مكان من الاول ياض يا ابن الصرمه. وحرفيا التاجر بيكون بيعيط من كتر اللي دفعه. اما بقى عند ام باي بتكون قاعده وقلقانه على باي لانه اتاخر جامد وتكون عامله الاكل ويعني ما كانتش مستنيه الواد وتكون خايفه جدا ان يكون
حصل له اي حاجه. بس في اللحظه دي بيدخل عليها باي بيقول لها انا جيت يا ست الكل. بتفرح جامد امه وبتكون الفرحه مش سايعاها وبتحضنه وبتعيط. بيكلمها باي بيقول لها ما تقلقيش يا امي، من النهارده صدقيني هيعيشك حياه جديده ومفيش مخلوق هيقرب مني تاني. بيقول لها ما تيجي نروح كام مشوار على السريع كده. بياخدها بيروحوا يشتروا بيت جديد بالفلوس اللي باع بيها الاحجار. بتكون حرفيا امه فرحانه جدا بالبيت الجديد وقد ايه هو كبير. اما باي بيقول مع نفسه ان امه في حياته اللي فاتت ما عاشتش يوم واحد حلو وكانت ايامها كلها عذاب، وخد عهد على نفسه ان في الحياه دي هيعوض على كل اللي حصل لها قبل كده. وبيكون امه واقفه في المطبخ وبتحضر الاكل وفرحه مش سايعاها. بيكون باي اكتر واحد مبسوط بسعاده امه وبيروح للغرفه بتاعته وبيقعد على السرير وبيشوف هيعمل ايه بعد كده. وبيقول باي ان كده تم حل مشكله السكن، كمان ارتقيت الى الرتبه دي، وغير كده حصلت على مهنه جديده بس لسه قلقان ومش مستريح. طول ما ابويا في السجن بيكون باي قاعد وبيفكر في الخطه اللي جايه. يقول انا عندي مدرسه بكره وانا هنام دلوقتي وبكره يحلها الف حلال. وبننتقل بالمشهد للمتنمر اللي باي حط عليه وهو خارج من مغاره بيكون عايز يروح لمغاره تانية. بيقول مع نفسه انه دلوقتي في المستوى الثالث وانه هيحاول يرفع مستواه اكتر وكده يبقى هو العبقري الوحيد في الاختبار ده. اما انت غلبان بصحيح. بنروح لحد وشكله حته تقيله في البلد وهو بيتكلم بيقول السنه دي ان مفيش اي حد ظهر بمهنه ذهبيه، شكلها السنه دي مفيش اي طالب مميز. اما بقى عند باي بيكون قاعد على سفره الاكل وما شاء الله عليه بيبلع من غير ما يمضغ. كلام امه وبتقول له قول على بالك عشان الاكل ما يقفش في زورك. وصحيح يا واد بحب اجيب لك هديه ايه بخصوص عيد ميلادك. بيضحك كده باي بيقول لامه اللي يجي منك حلو يا ست الكل. اما بقى مع نفسه فبنظره كلها هيبه بيقول الهدف اللي جاي قتله، وقصده بكلامه ده الشخص اللي خانه في حياته السابقه. اما بقى في المدرسه بيتكلم المدرب وبيقول للطلبه حسنا حسنا ايها الكتاكيت الصغيره كفايه راحه لحد كده ودلوقتي حان وقت بدء القتال المحاكي. وبصوا يا جماعه عشان ما انتهوش مني، القتال المحاكي ده هو مرحله تاهيليه للقتال الميداني. نكمل والمدرب بيكمل كلامه وبيعرفهم القواعد اللي هيمشوا عليها. بيعرفهم ان افضل طالب سيحسب فرصه ذهبيه وهي تدريب مع قسم المرحله الثانويه. المدرسه بتنظم افضل طلاب المرحلتين الاعداديه والثانويه للذهاب الى شينجوكو مقر النقابه المقدسه. يفتكر باي ماضيه مع مقر النقابه والتقى مع مدربه وهو ايضا مسقط ذلك الشخص. بيتكلم باي وبيقول انا لازم احقق نتيجه عاليه في الاختبار ده واندمج في رحله التدريب دي هتكون اسرع طريقه للوصول للنقابه. اما بقى عند الطلاب فبيكونوا متحمسين بخصوص الاختبار. وبيتكلم المدرب وبيقول للطلبه يلا على غرفه الجاذبيه هيبدا التدريب الرسمي حالا. المستوى الاول هيكون التدريب البدني هيكون على جميع الجاريه ل10 جولات متواصل وكل بيخش الغرفه. ولما بيجي الدور على باي بيقول للمدرب انا مش عايز ادخل غرفه التدريب دي. يرد عليه بيقول له اوعى تكون فاكر نفسك جامد يلا بمجرد انك هزمت طالب بمهنه من الدرجه الحمراء. يرد عليه باي بيقول له الفكره مش كده، الفكره عايز تدريب واختار تخصص. بقول له المدرب تقصد ايه بكلامك ده؟ ان انت عندك مشكله في اساليبي في التدريب. بيشرح له باي اكتر عن اللي يقصده وبيقول له التدريب البدني ضروري تقريبا لكل المستيقظين وعشان كده استخدام غرفه التدريب مش غلط. بس الجري المتنقل مش بيناسب كل المهن الا المهن اللي بتعتمد على السرعه والتنسيق زي المحاربين والقتله، ومش الجميع محتاج التدريب ده. والمهن اللي زي الصحه وملك التعويذ بيناسبهم اكتر غرف التدريب زي غرفه تدريب التحكم في القوه العنصريه. وفي الواقع بما ان السمات والعادات الشخصيه بتختلف من شخص للتاني لان التركيز التدريبي لازم يتغير برضه. بيسكتوا كده المدرب وبيقول له انت هتعلمني شغلي ولا ايه؟ ومن ناحيه تانية البنت اللي واقفه جنب باي بتقول مع نفسها ان طريقه التدريب اللي ذكرها باي دي هي نفس الطريقه اللي ذكرها سيد يانج وده المعلم الكبير في الفيلق المقدس. بس الاقتراح ده لم يظهر لهم مؤخرا. والسيد دونج لو ما جابش لوالدي تسجيل التدريب ده ما كنتش عارف طريقه زي دي. من المدهش ان باي توصل لنفس فكره التدريب ده. وبيكلمه صاحبه بيقول له ولا باي يعني حتى لو معاك حق بروح على مشاعر المدرب ما ينفعش تقعد تديله درس قدامنا كده. المدرب بيسمع الكلمتين دول وبيمسك باي. صاحبه بيصدم كده وبيقرا الفاتحه على روح المرحوم ولكن اللي ما كانش يخطر على بال ولا خاطر المدرب بيمدح باي وبيقول له ان الفكره دي ممتازه للتدريب. والواد بيحمد ربنا ان صاحبه لسه عايش. بيتكلم المدرب وبيقول لباي ان الفكره بس ان عدد الطلاب في المدرسه كبير جدا ويكون من الصعب تلبيه احتياجات كل واحد منهم في وقت قصير. بصراحه محاكاه القتال هي الاداء النهائي لتخرج الجميع من المرحله الاعداديه، فلو اخطات في تدريب حد فيكم فممكن ادمر حياته. فانا كمعلم الاختيار بين ان اقرر مستقبل الطالب او اتركه يختار بنفسه فهي مساله صعبه. يرد عليه باي بيقول له يا مدرب ثق فيا وانا مش هغسلك ابدا في اداء التخرج ده. بيقول له المدرب ها يا معلم تحب ادربك ازاي وانت تقريبا استيقظت كمحارب نووي صح؟ بيقول له باي مظبوط كلامك وبخصوص التدريب فانا عايز اتدرب داخل غرفه العناصر وعلى الحد الاقصى. المدرب بيسمع الكلمتين دول وبيطرش اللي طفحه يا عيني وبيقول له ولا ما تجننيش ازاي تبقى محارب وتدخل تتدرب على العناصر. بيضحك باي كده وبيحاول يتوه
بيقول له انا عارف انه محارب بس عايز اتحدى نقاط ضعفي. اما بقى مع نفسه ولا ما اقدرش اقول لهم انا عايز اتدرب على مهنه السحر بتاعتي. بتتكلم البنت اللي جنب باي وبتقول للمدرب انا برضه عايز ادخل غرفه التدريب دي زي باي. بيتنهد المدرب وبيقول لهم اعملوا اللي عايزين تعملوه، اهم حاجه ما تجيبوش لي الغار اثناء التقييم النهائي. بيتحرك باي وبتوجه للغرفه وبتجري وراها البنت وبتقترح على باي انهم يتدربوا سوا. بيرفض باي بيقول لها انه بيحب يتدرب لوحده، بس البنت عامله زي اللزقه ومش عايزه تحل الواد وبتقعد تزن عليه. ومن ناحيه تانية بيكون صاحب باي شاف اللي حصل وبيتحسر على نفسه. بيواسيه المدرب بيقول له شد حيلك كده. اما بقى عند باي بيكون داخل غرفه التدريب والدنيا كلها تلج. بيتكلم باي بيقول انه بالفعل متقن مهنه المحارب بس لسه مبتدئ في مهنه الساحر، وانه لازم عليه اتقان المهنه قبل يوم الاختبار، وانه عليه اخفاء ورقته الرابحه دلوقتي لحد لما يبقى اقوى. ما ينفعش اي حد يعرف انه يستطيع اكتساب المهن، وان المدرسه تحت سلطه الحكام هم هيعرفوا كل تحركاتهم، ولو عرفوا الموضوع ده تبقى مشكله كبيره. اما بخصوص هؤلاء الزملاء فمن الافضل الا اتورط معهم. ما نعرفش هو يقصد مين بكلامه ده. اما بقى بعد المدرسه واثناء ما باي كان مروح بينادى على 2 من الطلاب وبينادوا على باي عشان يروحوا سوا. بيتكلم باي مع نفسه بيقول ان الاثنين دول في حياتي السابقه كانوا افضل اصدقاء في المرحله الاعداديه، بما ان كنا جميعا في القاع ونتعرض للتنمر، كنا بنقضي وقتنا سوا بعد المدرسه. كنت تاني اسوأ نتيجه في الاختبار ده، ولكن في حياتي دي هدفي هو الانتقام. واما بخصوص العلاقات الاجتماعيه عديمه الفائده نرتكب الابليس هو التاخير. ومن ناحيه تانية بيتكلم صاحبه بيقول هو ايه اللي حصل لباي ده مش لوحده تاني زي ما عمل امبارح، ده انا كنت فاكر اننا ثلاثي الذي لا ينفصل. يرد عليه صاحبه التاني بيقول له انت مش حاسس انه بقى اقوى بعد الاستيقاظ؟ شكله كده بقى واثق من نفسه اكتر. بيتكلم مع نفسه بيقول واحد عايز يوصل للقمه ليه يستنى واحد في القاع. وبيقف باي وبينادي على ابو النضارات وبيقول له انت لازم تفحص رئتك في اقرب وقت ممكن. بيفرح كده صاحبه التاني بيقول انا كنت عارف انك هتستنانا عشان نروح سوا. رد عليه باي بيقول له لا انتما لا تستطيعان مجرياتي. بيصدم كده صاحبه من اللي قاله وبيرد عليه بيقول له ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت استنيت هنا بس عشان تتنمر علينا. ما بيردش عليه باي الواد هيشد في شعره من الزهق. بيبتسم كده باي وبيقول في حياتي اللي فاتت واثناء الثانويه تم تشخيص ابو النضارات بمرض في الرئه وخد اجازه بسبب مرض خطير وتوفى بعد ذلك بفتره قصيره. حتى لو لم نكن اصدقاء في الحياه دي فامل ان تبقى بصحه جيده على الاقل يا صديقي. بيتكلم ابو النضارات وبيقول هو اتغير كتير فعلا بس انا لسه حاسس ان هو لا يزال نفس الشخص. بننتقل بالمشهد لشخص قاعد بيتشمس بيقول انا سمعت ان فنجان الجديد انضم مؤخرا الى النقابه وحطم كل الارقام القياسيه. بيرد عليه بيقول له شرفني بكلماتك ايها السيد دون، انا جيت لك عشان اعرف علاقه تقريري. وبيتغير معانا المشهد لباي هو بيتناول العشاء مع امه وبقول لها يا امي حاولي ما تخرجيش لوحدك تاني، وانا من النهارده هرجع للبيت بدري وهجيب الطلبات البيت معايا. بيتكلم مع نفسه بيقول انه ينبغي عليه انه يوفر بيها اكثر استقرار وامان في اسرع وقت ممكن. واما بقى داخل السجن بيكون ابو باي بيدي واحد من عمال السجن ورقه من تحت لتحت كده بيقول له انا هسيب الموضوع ده عليك. بيرد عليه بيقول له ما تقلقش يا كبير كل حاجه تحت السيطره وهتقدر تخرج بكره. وننتقل لداخل المدرسه وتحديدا غرفه التدريب وبيكون باي واقف وبيتدرب وبيقول ان المفتاح هو وقت الالقاء وعلى حسب مقدار الطاقه العنصريه المطلوبه. اصحابه برضه لما بيشوفوا التطور باي بيحاولوا يقووا نفسهم اكتر من كده. وفي اليوم اللي بعده بعد التمرين صحابه بينادوا عليه وبيقولوا له ما تيجي نتعشى سوا النهارده. بيرفض باي وبيقول لهم انه لازم يروح بدري النهارده برضه. بيرد عليه صاحبه بيقول ده ايه البرود ده يا جدع؟ ده انت بقيت بارد بصحيح. ما بيهتمش بكلامه وبيديله نصيحه فان زمن التحضير قبل تفعيل مهارتك طويل جدا وان لازم عليك تتمرن اكتر على التحركات الاوليه. والواد بيشتغل من حماسه وبيقول له تمام. واليوم اللي بعده يروح بنظرات يكشف على رئته وبيقول له الدكتور من حسن الحظ انه فحصت الموضوع بدري انه ده من الاورام الطفيليه في الرئه يمكن ان يتطور بسرعه كبيره جدا بمجرد ان يبدا بالنمو، وان لازم عليك تحديد موعد للجراحه في اسرع وقت في احد المستشفيات الكبرى وبمجرد ازالته هتكون بخير. بيشكره ابو النضارات وبيقول له ان شاء الله حدد الموضوع ده الاسبوع القادم. الواد بيفتكر باي لما قال له ان لازم تفحص رئتك في اسرع وقت. بيتوتر كده وبيقول هو في ايه اللي بيحصل مع باي بالظبط. وهو خارج من عند الدكتور بيسمع بعض الطلاب وهم بيقولوا شانج غش من تاني. ابن الصارمه وصل بالفعل للتصنيف اي المستوى الرابع، ده من المؤكد انه يكون اول في الاختبار. بيرد عليه صاحبه بيقول له ازاي عمل كده؟ هو مش مفروض عشان تزيد ليفلك لازم تدخل مغاره الاول؟ بيرد عليه صاحبه بيقول له انت مش عارف ان عائلته عندهم مغاراتهم الخاصه بيستخدموها لتدريب الجيش العائله الخاص بيهم. وبالمناسبه فاكر الولد اللي اتحدى الاسبوع اللي فات الواد تشيانج بيخطط يعمل له كمين بعد المدرسه بس المره دي تشيانج مسلح والمكان خارج اراضي المدرسه. بيرد عليه صاحبه بيقول له انا كنت متاكد ازاي يتحمل خساره زي دي من غير ما يعمل اي حاجه كده، من المؤكد انه بيخطط عشان يقتله. صاحب باي بيتصدم وبيتوتر جامد لما بيسمع الكلمتين دول وبيجري وعايز يروح يعرف باي باسرع طريقه ممكنه. هو بيجري بيتكلم وبيقول ان اكيد شانج بره المدرسه هيستخدم واحد من الحيل الرخيصه بتاعته ويعمل فخ الباي وممكن كمان يجيب معاه مجموعه من الاخرين وينهالوا عليه بالضرب. وبيروح لمخزن الاسلحه وبيكسر القفل وبياخد السلاح
وبتيجي البت اللزقه وبتقول له ابو النضارات انت بتعمل ايه هنا وليه باين عليك التوتر كده؟ بيرد عليها وبيعرفها انه لازم يمشي دلوقتي وانه لازم ينقذ باي. واما بقى عند باي بيكون ماشي بالعجله بتاعته ومره واحده بيقف وبيقول تقريبا المكان هنا بقى معزول تماما، انت مش ناوي تخرج بقى ولا ايه؟ ده يخرب بيت عظمتك يا جدع. بيخرج شانج وبيقول له مش واضح الموضوع ولا ايه؟ انا هنا عشان نصفي حساب الاسبوع اللي فات. بيقول له باي يعني انت متاكد انك هتقدر تهزمني دلوقتي؟ بيهجم عليه بيقول له اكيد طبعا، انت فاكر التدريب ده كان من غير لازمه ولا ايه؟ بيستخدم شانج مهاره الانتقال الفوري وبيظهر ورا باي، بس هل تعتقد انه هيقدر يعمل حاجه ولا معايا كده؟ لا والله. بوم، باي بيستدعي الخنجر بيكسر سيفه وبيبص لشانج بصه بتخلي شانج هيعملها على نفسه وبيرمي السيف في الهواء وبيمسك شانج من رقبته وبيرزعه في الارض وبيرزع السيف جنب دماغه وبيقول له باي انت فاكر نفسك مين ياض يا ابن الصرمه؟ ده انا عمك باي يالا. تشانج بيقعد يتهته في كلامه كده ما بيكونش مستوعب ايه اللي حصل ده. بيقول ده انا حتى خدت تدريب اضافي بعد حصص المدرسه لمجرد ان اصل الى المستوى الرابع، عملت جاهدا فازاي قدرت تتفوق عليه بالسهوله دي؟ بيرد عليه باي بيقول له عمل بجد ما تخلينيش اضحك يالا هلصبك لك وان موت. يرد عليه تشانج وبيقول له بطل هبل، المهم انا دلوقتي تحت ايدك، عاوز تقتلني اقتلني، عاوز تعذبني عذبني، اعمل اللي انت عايز تعمله، انا اللي مضايقني بس انك كنت دايما بتبص ليا باحتقار. بيقول له باي بس انا ما بكرهكش، انت كنت ماشي ورايا طول الطريق بس ما عملش اي كمين من ورايا وما استدعيتش اي تعزيزات، غير كده انت جيت لوحدك، انت شكلك كنت عايز تختبر قوتك امامي ولا ايه؟ ومن ناحيه تانية بيكون ابو نضارات والبت اللزقه بيراقبوا من بعيد. بيتكلم باي بيوجه كلامه لتشانج وبيقول له في الحقيقه انا كنت مستنيك، بص يا عم انا عايز اعمل معاك صفقه، انا اقدر اعرفك طريقه تزيد بيها قوتك بشكل جنوني، لكن في المقابل انا عايز منك حاجه كده. وبتغير معانا المشهد لداخل المدرسه وما بنعرفش باي كان عايز ايه. وبيتكلم المدرب وبيعرفهم ان الاسبوع خلص ودلوقتي حان وقت بدء الاختبار، وعايز اعرفكم على حاجه قبل ما ابدا، رغم ان الاختبار ده لسه في نسبه مخاطره لان انتوا هتدخلوا مغاره حقيقيه، ولضمان سلامتكم قمنا ايضا بتعيين نخبه من الطلاب المرحله الثانويه لحمايتكم. هم مش هيتدخلوا في الاختبار ولكن ان واجهتم خطرا حقيقيا فيتدخلوا وينهوا الاختبار، وتشكلوا فرق من 4 ل5 اشخاص بحيث يقود احد المتقدمين و3 ل4 طلاب داخل المغاره، ويمكنكم الاختيار بين المغاره من التصنيف اف او مغاره من التصنيف اي. وطبعا مش هعرفكم ان مغاره من الرتبه اي قد ايه صعبه عليكم، والفشل في التحدي هيؤدي لخساره نقاط الاكاديميه. ودلوقتي يلا ابداوا بالاختيار، ارفعوا ايديكم لو تختاروا مغاره من التصنيف اي. وبالفعل يبدا مجموعه من الطلاب برفع ايديهم ومن ضمنهم البت اللزقه وتشيانج. وبيتكلم ابو نضارات بيقول قد ايه هم واثقين لدرجه انهم يتجرؤوا على تحدي مغاره من التصنيف اي. يرد عليه صاحبه بيعرفه ان لو كانت المهنه بتاعته بدرجه حمراء لكان دخل معاهم. وبتستغرب البت اللزقه اللي باي ما اختارش مغاره من الرتبه ايه معاهم. بيكمل المدرب كلامه بيقول اما الباقي فسيتم تقسيمهم عشوائيا لدخول مغاره تصنيف اف، ولكن بيقطع كلامه باي وبيفجرها خالص. بيقول للمدرب استنى لحظه انا عايز اتحدى مغاره الياشم الروحي، اتبعني المدرسه من التصنيف دي. وحرفيا تعبير وش المدرب اللي هو ها، والكل بيبدا بالصياح اللي هو ازاي يعني. بيتكلم المدير المرحله الاعداديه بيقول المغاره من التصنيف دي خطيره جدا وان العاده لا يسمح الا للمستيقظين من المرحله الثانويه وما فوق بدخولها. بيقطع كلامه باي بيقول ان في دليل المدرسه ما ذكرش انه ممنوع تحدي مغاره اعلى، ولو كلامي غلط عرفني. وقواعد الاختبار تسمع باختيار المستوى بنفسك، والمدرسه تسعى اساسا لاختيار المواهب المميزه من اجل النقابه المقدسه، والمقاييس هي الشجاعه والقوه والمسؤوليه والموهبه. وبالزين المدير ما بيكونش عارف يرد. وباي بيكمل كلامه بيقول هو المدير عايز يسلم لي فرصه اثبات نفسي ولا ايه؟ بيقول له المدير بس المغاره محتاجه فريق. بيقطع كلامه باي بيقول له انا عايز ادخل لوحدي. بيرد عليه مديره بيقول له بس كده ضد قواعد ضمان السلامه، ممنوع دخول الطلاب بشكل فردي. بتروح مقاطعه كلامه البت اللزقه وبتقول له انا عايز ادخل المغاره معاها، انت لزقه فعلا. بيتوتر وبيعرق كده المدير وبيقول انت شكلك اتجننت خلاص، ده لو حصل لك اي حاجه جوه اواجه ابوك ازاي؟ وبترد عليه برضه بتعرفه وانها برضه عايزه تاخد اعلى درجه، غير كده انا عايز اجرب اساسا. وبتغمز لباي والمدير حرفيا عصافير دماغه بتطير. بيقاطع كلامهم باي برفضه التام وانه عايز يدخل لوحده، والبت حرفيا عصافير دماغها بتطير. وبيواسيها المدرب كمان واحد بيرفع ايده وبيقول هشارك انا كمان. وبيطمن المدرب بوجود زي لينج وبالمناسبه ده اسمه. وبننتقل لامام المغاره بعد ما تم توزيع الفرق. بيعرفهم المدرب ان داخل المغاره هتبث الكاميرات كل حاجه على الهواء مباشره وسيسجل كامل سير الاختبار، فانا بتمنى منكم ان تظهروا افضل ما لديكم ونرى من سيحصل على اعلى درجه. اما بقى عند باي بيتكلم مع نفسه بيقول ان كل اختبار هيتبث مباشر وجميع الافعال سيتم تسجيلها، لذا علي ان اتحكم جيدا في قوتي، ما ينفعش اي حد يكتشف اوراق الرابحه. داخل مغاره الياشم الروحي بيتكلم زيلينج بكل تفاخر بيقول ما تقلقوش انا هحميكم يا شيخ، والله انا قلقان عليك انت بس. بتسال بنت اللزقه عن صعوبه وحوش المغاره. بيعرفها زيلينج انهم في الغالب بين المستوى الخامس للمستوى ال15، والوحوش الاقوى في المغارات المدرسه ختمتها، فمن النادر
انتظر وحوش بالتصنيف دي، مش لازم اي زعيم رئيسي، ولكن حتى مع ذلك لا تستهينوا بوحوش تصنيف ايه عالية المستوى. احيانا تكون سرعتها وقوتها الهجومية قوية جدا وانتم لسه مستيقظين جدد، وانتم لو دخلتوا معاهم في تحدي فانتم لسه مجرد مبتدئين ضعفاء. انا هحاول ادور لكم على وحوش ضعيفة تجمعوا منهم شوية نقاط. انا عايزكم تطمنوا بوجودي معاكم. وبيوجه كلامه لباي وبيقول له انت ليه بتجري كده؟ لو وصلت انتباه الوحوش وما بيعاش يخلص كلامه وبيقطع كلامه. باي بيقول له اخرس يلا، انت صدعتني، خليك ساكت واقف في الخلف وانا مش محتاج تدخلك اساسا. بيتصدم زيلينج من كلامه كده وما يكونش عنده كلمه يقولها. اما بقى في الساحه بره بيكونوا المشاهدين بيتفرجوا على البث، وننتقل بالمشهد لواحد كده وهو بيقول ايتها القائده ما تاخديلك بصه كده على البث، المره دي هيكون ممتع جدا. ده في احد المبتدئين اختار نسخه من التصنيف دي. تبتسم كده القائده وبتقول له معاهم مهن ايه؟ بيعرفوا انه مجرد محارب اخضر اللي هو اسوأ المهن يعني. انا بس عايز اشوفه جاب كل الثقه دي منين. فيا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ كل ده واقدر اعرفه في الاجزاء اللي جايه، فما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. وسلام سلام سلام.